أهلا بيكم يا عشاق المتعة والإثارة. يلا نربط الأحزمة عشان عندنا تسخين جامد أوي النهاردة. نبتدي بأخبار سخنة، وهي إن المنتخب التاني النهاردة استغنى عن 4 لاعبين من بيراميدز، وهم كل اللعيبة اللي المنتخب التاني واخدهم من بيراميدز. بعد ما الرابطة رفضت إنها تأجل ماتشات بيراميدز في الدوري. حصل إن كان في اتفاق أحمد حسن أعلن عنه إن لو الرابطة رفضت، كان متفق مع نادي بيراميدز هيرجعوا لهم اللعيبة علشان بيراميدز يلعب بيها في الدوري بتاعهم. طبعا الموقف دوت لو كان حصل من النادي الاهلي ولا حاجه، كنت اللي زمان الدنيا قامت ما قعدتش، وتلاقي بقى الناس الزملكاويه وجمهور الزمالك ويعني وكم واحد كده احنا عارفينهم يعني بالاسم، بلاش اقول اسماء. هتلاقيهم يطلعوا وازاي الاهلي بيخون المنتخب، والاهلي نادي مش وطني، وليه الاهلي ما يسيبش اللعيبه، وده منتخب مصر ورايح بطوله مهمه وي وي بلا 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 وهكذا. طبعا بيراميدز خد اللعيبه بتاعته هيلعب في الدوري، ما هياش مثلا ماتشات دوليه، مش ماتشات افريقيه، مش بطوله انتر كونتيننتال، مش كاس العالم للانديه اللي الاهلي ساب اللعيبه بتاعته في كاس العالم للانديه عشان المنتخب قبل كده. لا، دي ماتشات يعني عادي في الدوري، ماتشين في الدوري. الرابطه ما رضيتش تاجلهم، بيراميدز قال لك انا عايز لعيبتي، انا ماليش دعوه، انا مالي، انت العبوا انتوا بقى في العرب، تلعبوا في افريقيا، تلعبوا في اي حاجه، انا ماليش فيه، انا عايز لعيبتي، مش هسيب ولا لعيب. والاربع لعيبه فعلا رجعوا لبيراميدز وما انضموش للمنتخب علشان عندهم ماتشات في الدوري. ماتشات مين بقى؟ كهربة الاسماعيليه وبتروجيت. ماتش بيراميدز مع كهربة الاسماعيليه وبتروجيت اهم من ماتشات منتخب الوطني في كاس العرب. ماشي. طبعا انتم مش عارفين كاس العرب ديت يعني جوائزها ومعتمده من الفيفا، مش عارفين الكلام ده خالص، ولا هي مهمه قد ايه، وبنلعب باسم منتخب مصر وسمعه منتخب مصر وانتوا عارفين الماتشات العربيه يعني والمواجهات العربيه بيبقى فيها حديه وشده جامده جدا وجماهيريه عاليه. كل ده ملهوش لازمه، مش مهم. المهم ان بيراميدز يلعب مع بتروجيت وكهربة الاسماعيليه. تمام. انا مش هتكلم بصراحه، يعني هم في الاول وفي الاخر ده حقهم، ولكن انا هعيب على الناس اللي هي كانت بتطلع وتقول الاهلي، والاهلي ما وداش لعيبه المنتخب الاولمبي. كانوا بيقولوا لعيبه المنتخب مش الاول، مش منتخب مصر الاول ولا الثاني، لا ده بيتكلموا على الناشئين والاولمبي والشباب. يعني كانوا بيطلعوا يتكلموا ويعملوا عايز اسمع صوت حد فيهم بقى النهارده يطلع يتكلم. الاربع لعيبه اللي رجعوا كانوا هم احمد سامي ومحمود جاد وقطه ومروان حمدي. دول رجعوا لنادي بيراميدز، مش هيلعبوا مع المنتخب. المنتخب جاب بدلهم 3 لعيبه تانيين، اللي هم كريم الدبيس ورجب نبيل من سيراميكا، وجاب حسام حسن من نادي مودرن سبورت مكانهم. طبعا يعني نتمنى التوفيق للكابتن حلمي طولان والمنتخب الثاني في بطوله مهمه جدا جدا كاس العرب، ونتمنى برضو التوفيق للكابتن حسام حسن في كاس افريقيا وفي كاس العالم وفي المواجهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هي قرعه كاس العالم هتكون ان شاء الله مصر في التصنيف الثالث، بالتوفيق ليهم ان شاء الله باذن الله، ونقع كده في مجموعه حلوه ونعرف نحقق اول فوز لينا في كاس العالم ونتاهل كمان للادوار اللي بعد كده. بالتوفيق ان شاء الله لكل المنتخبات المصريه. ده اول موضوع كنت عاوز اتكلم فيه. يعني بصراحة كان حاجة تزعل جدا، تعنت من الرابطة، او الرابطة برضو عندها اسبابها، يعني تقول لك انا معايا حق، يعني انا دلوقتي انا لازم اخلص في شهر مايو علشان المنتخب يستعد لكأس العالم في شهر يونيو، فلازم اخلص وكده، وما عنديش اوقات تانية واحط فين ماتشات. فما هم برضو يقول لك طب احنا ذنبنا ايه، احنا ما عندناش حل. ولكن انا كان عندي والله وجهة نظر وحل. هو يعني هم سايبين فرق 10 ايام ما بين الدورين، ما بين الدور الاول والدور الثاني في الدوري، يعني سايبين فرق 10 ايام علشان بعد ما تتحدد الفرق كلها اللي هتلعب، السبع فرق اللي هيلعبوا في المجموعه اللي فوق وال 14 فرقه اللي هيلعبوا في المجموعه اللي تحت، هيكون في بعد كده يعني زي 10 ايام فرق ما بينهم، علشان برضو ايه المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت بتاعت الاهلي واللي عايز حكام اجانب والكلام ده كله، يعني ما يبقاش فيه مشاكل في الموضوع ده. طب ما ال 10 ايام دول انت كان ممكن يعني تحاول تظبطها كده، ان الفرق ما بين الدورين دول يبقى في توقف دولي. توقف دولي بيبقى اسبوعين، بدل ما تسيب فرق 10 ايام سيب الاسبوعين دول او الاسبوع من التوقف الدولي، يعني يبقى فيها مده كده في التوقف الدولي.
يعني ده بيتهيأ لي يعني بدل ما نسيب 10 أيام فاضيين غير التوقفات الدولية، عندنا بتاع شهر ونص لكأس أفريقيا، وعندنا كمان شهر لكأس العرب، وعندنا المباريات الودية والاستعداد لكأس العالم. فعندنا توقفات دولية كتير جدا، كان ممكن نظبطها يعني اللي هي بين الدورين ديت تبقى في توقف دولي، بدل ما غير التوقفات الدولية دول نسيب 10 أيام تانيين زيادة يعني. طبعًا هم برضه يعني ممكن يكون في ميزة إن هي راحة للعيبة برضه زيادة شوية، بس يعني ما كل فرقة تعمل بقى تدوير وكده وتريّح لاعيبتها بطريقتها يعني، بحيث إن أنت يعني تحترم المنتخب التاني، منتخب حلمي طولان، منتخب بيمثّل اسم مصر، رايح يلعب بطولة مُعتمدة من الفيفا، ما هياش بطولة ودية، ما هياش بطولة كده عابرة ما لهاش لازمة، لأ دي بطولة قوية جدًا، جدًا، ومحتاج لكل لعيب يعني. بس يالّا الحمد لله، عايز أسمعهم النهارده أشوف هيقولوا إيه، لو حد فيهم اتكلّم على الموضوع دوّة وقال المفروض بيراميدز يدّي اللعيبة المنتخب، ابقوا تعالوا قولوا لي في الكومنتات، عشان مش متوقع إن ده يحصل. طيب تاني حاجة كنت عايز أتكلّم فيها النهارده موضوع أحمد زيزو وهشام نصر اللي مش عاوز يخلص. هشام نصر طلع عمل تصريحات قوية جدًا وزعلان جدًا من أحمد، هو شايف الموضوع على كرامته وإن أنا كده يعني إيه، اتهزّقت أو اتقل منّي، فطالع يعني تصريحات قوية وعنترية شديدة وقوية جدًا. يعني بيقول: "عتابي ولومي على صديقي خالد مرتجي بعد ما زيزو مشي، قُلت له ده لاعب ما عندوش أدب وهو قال لي عندك حق، وتاني يوم ينزّل صورتين ليه مع زيزو في نفس الموقف، إيه يا خالد اللي أنت بتعمله دوّة، إحنا أكبر من كده بكتير." طيب هو دلوقتي يعني أنا مش فاهم، هو قال له أنت ده لاعب ما عندوش أدب وهو قال له ماشي عندك حق، يعني ماشي أوكي، قال لك أوكي وخلاص، إيه المشكلة بقى إن هو ينزّل تاني يوم صورتين مع زيزو؟ زيزو اتشتم طول الماتش وشايف اللاعب بتاعه بيتشتم ومسح بيه الأرض من الجمهور، أنت ما طلعتش ليه قُلت إن يا جماعة ده كده عيب وما ينفعش ولازم ما حدش يشتم والكلام ده؟ طلعتش قُلت الكلام ده. طيب ويقول له: "إيه اللي أنت بتعمله ده إحنا أكبر من كده بكتير." هو لمّا يطلع يساند اللاعب بتاعه اللي بيتشتم وبيتعرّض لظروف وضغط قوي جدًا، جدًا من كل الجماهير الزملكاوية والإعلام الزملكاوي والمسؤولين الزملكاوية، لمّا يطلع ينزّل صور دعم ليه يبقى هو كده اللي غلطان؟ أنا مش شايف إن فيها أي مشكلة بصراحة خالص. وبيقول: "لماذا تجرّونا للمنطقة ديّة بدل ما إن إحنا نوجّه له اللوم؟ خالد مرتجي حصل معاه نفس الموقف السنة اللي فاتت لمّا مريم مصطفى لاعبة الطائرة برضه ما رضيتش تسلِّم عليه وهي بتستلم الميداليات وقوّم الدنيا وما قعدهاش، وإحنا ليه ما بنتعظش من الدروس ولماذا لا تسحبه من يده وتجعله يصافحني؟" طب معلش يعني، هو ما كانش في زملكاوية واقفين على المنصة ساعة مريم مصطفى ديّة؟ ليه ما حدش فيهم سحبها من إيديها وقال لها تعالي سلِّمي عليه؟ أنت ليه ما طلعتش قُلت لها وجّهت لها اللوم وقُلت لها أنتِ غلطانة؟ في حد زملكاوي واحد طلع وجّه لها اللوم وقال لها أنتِ غلطانة، مسؤول زملكاوي والمفروض كنتِ تروحي تسلِّمي عليه؟ اشمعنى أنت دلوقتي بتطلب مننا كده؟ تطلب من المسؤولين الأهلاويين إن هم يوجهوا اللوم ليه ويقولوا له لأ تعالَ سلِّم على عمه هشام يا حبيبي، تعالَ يا حبيبي ياخده من إيده ويسلِّم على عمه هشام، إحنا في مدرسة أطفال، مدرسة ابتدائي، تعالَ صالحوا بعض، تعالَ سلِّم عليه، ما فيش الكلام ده يا أستاذ هشام يعني أنت باشمهندس كبير المفروض يعني، أنت المفروض لو أنت السنة اللي فاتت كنت طلعت لُمت مريم مصطفى وقُلت لها ليه ما سلِّمتيش على خالد مرتجي وليه ما حصل كده والكلام ده، كنت هتلاقي اللي يقول لك دلوقتي نفس الكلام، إنما أنت تيجي تقارن موقف وإحنا ليه ما بنتعلمش، اتعلم أنت، كنت اتعلم أنت، كنت أنت عملت كده من السنة اللي فاتت. وقال لمّا تنشر صورتك مع زيزو أشعر بالضيق وكلما نقول الروح الرياضية يتضح إن هذا الأمر غير مهم، لا الأمر مهم جدًا عندنا ولينا نماذج كتيرة جدًا في الروح الرياضية، يا رب يكون الأمر ده بنفس الأهمية عندك أنت. آآ في حالة عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة، هل لدى اتحاد الكرة لائحة تعاقب على هذه الأفعال الصغيرة التي يفعلها الصغار أم لا؟ شوف أنت والله، أنت المفروض قاري اللائحة وأستاذ كبير وعارف الكلام ده، المفروض إن أنت قاري اللائحة وأنا هاقول لك بعد شوية إيه اللي بيحصل. بيقول لك اتحاد الكرة عنده لوائح صارمة، لو لاعب خلع الميدالية قدام المنصة بيعاقب وناديه، هل يوجد عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات الصغيرة في كرة القدم؟ من المفترض أن يعاقب اللاعب بشكل تلقائي دون أن يتقدم الزمالك بشكوى، وإذا لم تكن هناك لوائح المباراة المقبلة لن نصافح لاعبي الفريق المنافس.
ليه ما تصافحش لعيبة الفريق المنافس؟ هو الأهلي ما صافحكش؟ كل لعيبة الأهلي ما صافحتكش؟ ده موقف شخصي بين زيزو وما بين مثلًا شخص معين في إدارة الزمالك، أو ما بين أشخاص معينين في إدارة بس. دي مواقف شخصية ما لهاش علاقة بقى بالمنافسة الشريفة والمنافسين وإن أنت تسلِّم عليهم والّا ما تسلِّمش، ده ما لهاش علاقة يعني. أنت ليه بتخلط مواقف شخصية بإن أنت تقول لك احترام المنافس وإن أنا مش هاسلِّم عليه تاني؟ يعني وبيقول يعني إيه، للأسف أشعر بالحزن على ردود الفعل التي أراها، ماذا كان سيحدث إذا كانت الواقعة بالعكس وأنا لم أصافح اللاعب؟ طب ما حصلت. السنة اللي فاتت زي ما قُلت مريم مصطفى لاعبة عندكم ما سلِّمتش على خالد مرتجي، عملت إيه أنت ساعتها؟ قُل لي أنت عملت إيه وإحنا هنعمل زيه بالضبط. لم أرفض مصافحة زيزو، صافحت كل الأشخاص قبله وبعده بشكل طبيعي، خلاص العين بالعين وهتكون كويس معايا، هاكون كويس معاك وهيكون في احترام منّك للبروتوكول وهيكون في منّي احترام. يعني تهديد طبعًا اللي هو بقى أنا جامد وأنا هاعمل وهتشوف أنا هاعمل إيه والعين بالعين وهاورّيكم والكلام ده. واحد معلش حصل معاه موقف محرج، فطالع يعني يقول لأ أنا ما يتعملش معايا كده والكلام ده. آآ زيزو لعيب كبير ومحترم وأسلوب التعامل معانا كان غير صادق والجميع دخل بقى في مشكلة زيزو وال80 مليون وقال لن نتقدم بشكوى ضد زيزو، أنا من الأساس لا أريد مصافحته. ما أنت مش عايز تصافحه من الأساس زعلان منه ليه؟ والّا دي إيه يعني اللي هو عيني فيه وأقول إخيه؟ إيه يا عم؟ لا أريد مصافحته، لكن إذا لم يتم معاقبته بسبب مخالفته البروتوكول فسوف نتصرف كما يحلو لنا، إحنا هنعمل بقى اللي على مزاجنا بقى، ما حدش يلومنا بقى في اللي هنعمله بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتعمل إيه يعني؟ مش هتسلِّم علينا يعني؟ مش فاهم يعني أنت إيه إن شاء الله بإذن الله وألف، ألف مبروك. طبعًا خالد مرتجي برضه طلع رَد على نفس الموضوع دوّة. خالد مرتجي بيقول: "لذلك عندما تحدث معي نائب الزمالك عن الموضوع لم أعلّق بكلمة." اللي بيقول لك أنا قُلت له طبعًا ده لاعب قليل الأدب، لكن لم أعلّق بكلمة كما هو واضح في الفيديو والصور التي موثّق بها. قال لك: "أنا لم أرى إن هشام نصر حاول مصافحة زيزو." فالموضوع يعني خالد مرتجي كان شايفه عادي إن هشام نصر ما مدّش إيده، فزيزو كمان ما مدّش إيده. وليس إن الأخير رفض كما يتم تداول الواقعة. يعني مش موضوع إن زيزو هو اللي رفض، لأ ده هشام نصر ما مدّش إيده أصلًا. ده رأي خالد مرتجي وبيقول: "أنا أدعم لاعب الأهلي الذي تعرّض لإهانات مؤسفة لشخصه هو وأفراد عائلته طوال المباراة وهذا ما توقعته. لذلك قبل وأثناء صعوده لحافلة الفريق وكما هو معتاد أن يدعم رئيس البعثة لاعبيه." قُلت لزيزو إنه هيكون نجم المباراة الأول كنوع من الدعم وهو ما حدث بالفعل وحصل على جائزة رجل المباراة، ونزّل صوره معاه بعد الماتش عادي. واللي يثبت إن ما فيش موقف أو عداء لزيزو مع الزمالك أو مع المنافسين عمومًا أو إن الأهلي مع الزمالك ولا أي حاجة، إن زيزو راح للجهاز الفني للزمالك بعد الماتش وسلِّم عليهم واحد، واحد، وراح لأحمد عبد الرؤوف وحضنه وسلِّم عليه. إذًا زيزو ما عندوش أي مشكلة مع الزمالك، مع أي حد في نادي الزمالك. ممكن يكون في مشكلة شخصية مع أفراد بعينها أو فرد بعينه فقط لا غير، وإن زيزو كان متوقع إن هشام نصر يمد إيده يسلِّم، لمّا لقاه ما مدّش، فمنعًا للإحراج ما مدّش إيده هو كمان. بس، والدليل على كده إن هو راح وسلِّم على كل الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد المباراة من غير أي مشكلة تمامًا بينه وبين أي حد فيهم. بعد كده طبعًا القانون ما فيهوش حاجة بتقول كده اللائحة. المفروض اللائحة يكون فيها، ولو فيها كان أكيد هشام نصر لازم كان هيسلِّم على زيزو، وزيزو كان لازم هيسلِّم على هشام نصر. لو كان في اللائحة كده، ما كانش هيحصل اللي حصل ده طبعًا. ولكن لائحة السوبر يعني مش كاملة أوي، فما كانش فيها حاجة على موضوع إن حد لازم يسلِّم على حد أو خالف البروتوكول أو الكلام ده. نستريّح شوية من قصة زيزو وهشام نصر ديّة، لإن هي بصراحة قصة يعني غريبة والمفروض إن هي تنتهي على كده يعني ما يبقاش فيها كلام كتير بصراحة. تالت حاجة معانا خبر برضه لسه نازل جديد من دقايق معدودة، وهي إن مجلس الدولة قرر إحالة موضوع أرض أكتوبر بتاعة نادي الزمالك إلى هيئة المفوضين. هيحوّلها إلى هيئة المفوضين علشان تبدي قرارها أو تبدي رأيها في موضوع أرض الزمالك. الشكوى ما بين الزمالك وما بين
وزاره الاسكان راحت وصلت لمجلس الدوله، مجلس الدوله حولها لهيئه المفوضين علشان يقولوا رايهم فيها، وحددت جلسه في مجلس الدوله يوم 23 ديسمبر ان شاء الله باذن الله هيتعلن فيه القرار بتاع هيئه المفوضين، وهنعرف ايه قرار هيئه المفوضين ومجلس الدوله في موضوع ارض اكتوبر، ويتحسم الموضوع ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن، عشان برضو المشكله دي ايه نخلص منها ونادي الزمالك يعرف فين يعني راسه من رجله، الارض راجعه ولا مش راجعه. فيعني قربت ان شاء الله باذن الله شهر ونص كده، على 23 ديسمبر هنعرف القرار باذن الله. بعد كده كان في خبر كمان انا كنت عايز اتكلم فيه. جراديشار مهاجم ونجم النادي الاهلي طبعا طلبوه لمنتخب سلوفينيا للمره الثانيه على التوالي، وثالث مره في تاريخه راح المنتخب الاول لسلوفينيا. منتخب سلوفينيا عنده ماتشين مهمين جدا 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 مع كوسوفو والسويد. مع كوسوفو والسويد عنده امل ان هو يلعب في الملحق، طبعا هو مش هيخش كاس العالم، ولكن المفاجاه هي اصابه المهاجم الاساسي في منتخب سلوفينيا، هو لاعب مانشستر يونايتد اتصاب، اسمه سيسكو، هو المهاجم الاساسي في منتخب سلوفينيا لما اتصاب مع مانشستر يونايتد. طبعا كده فرص جراديشار عاليه جدا ان هو هيشارك اساسي في ماتش كوسوفو والسويد، نتمنى ليه التوفيق ان شاء الله باذن الله، ويا ريت لو يعرف، هو فرصه يعني صعبه شويه ولكن ممكن ينافس على الملحق، وان شاء الله باذن الله يصعد كاس العالم جراديشار ويلعب بقى مع صلاح في كاس العالم، يتقابلوا كده ولا حاجه اما نشوف ايه اللي هيحصل. هو سويسرا المركز الاول 10 نقط، كوسوفو المركز الثاني 7 نقط، سويسرا المركز الثالث 3 نقط، السويد الرابع بنقطه واحده بس. كده لازم سلوفينيا تكسب الماتشين دول، كوسوفو والسويد، لو كسبتهم هتوصل ل9 نقط. طيب كوسوفو رصيدها 7 نقط دلوقتي، لو عندها ماتش مع سلوفينيا لازم تخسره طبعا من سلوفينيا، وعندها ماتش كمان مع سويسرا يعني على الاقل تتعادل فيه ما تكسبش، علشان تقدر سلوفينيا ان هي تصعد للملحق وتاخد المركز الثاني وتصعد للملحق. انما سويسرا هي المرشح الاساسي في المجموعه ديت ان هو يصعد مباشره لكاس العالم بنفس كوسوفو اللي عندها 7 نقط. ده كان اخر خبر معانا. عندنا بس حاجه بسيطه كمان كده، ان نادي اهلي طرابلس اللي بيقوده حسام البدري كمدير فني، وهادي خشبه اللي هو رئيس القطاع الرياضي او مدير رياضي للنادي، هادي خشبه وحسام البدري فازوا على نادي الاتحاد الليبي اللي المدير الرياضي بتاعه اسماعيل يوسف في الدور قبل النهائي بضربات الجزاء بعد ما تعادلوا 0-0، وحسام البدري خد احسن مدرب في ليبيا، بنبارك له في سنه 2025. الف مبروك كابتن حسام البدري، مدرب كبير طبعا عامل انجاز وصعد للنهائي بعد ما فاز على فريق اسماعيل يوسف اللي هو الاتحاد الليبي. دي كانت كل اخبارنا النهارده وكل الجديد، وان شاء الله لو في اي حاجات جديده تانية او اي تطورات حصلت في اي موضوع هنقولها لكم اول باول. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتم تكونوا استفدتوا من الجديد معانا، ودايما ان شاء الله باذن الله تتابعونا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.